نواصل تصحيح التمرين الثالث تابع للموضوع الأول. تتوقف الخصائص الوظيفية للبروتينات على بنيتها الفراغية، واستغل الباحثون بعض هذه الخصائص لإيجاد حلول علاجية لبعض الأورام السرطانية. لغرض التعرف على بعض هذه الحلول نقترح عليك الدراسة التالية. الجزء الأول المطلوب: اقترح فرضيتين للحد من تطور سرطان الثدي باستغلال معلومات ونتائج شكلي الوثيقة 1. إذن نبدأ بالشكل ألف الذي يمثل معدل تكاثر الخلايا السرطانية بدلالة الزمن قبل حقن الاستراديول وبعد الحقن بالاستراديول. إذن قبل الحقن بالاستراديول نلاحظ زيادة معدل تكاثر الخلايا السرطانية كان بطيء وقليل، من 2 تقريبا إلى 4 وحدة. إذن الزيادة لم تتجاوز 2 وحدة. بعد إضافة الاستراديول نلاحظ الزيادة كانت أسرع وكانت كبيرة، وصلت تقريبا 8 وحدة. نستنتج أن الاستراديول يزيد أو يرفع من معدل تكاثر خلايا سرطان. استغلال الشكل باء الذي يمثل رسما تفسيريا لدور بعض البروتينات في تكاثر هذه الخلايا السرطانية. إذا نلاحظ أن إنزيم الأروماتاز يحفز تفاعل تحويل الأندروجينات إلى الهرمون الجنسي الاستراديول. الهرمون الجنسي الاستراديول يرتبط نوعيا بمستقبل الاستراديول من طبيعة بروتينية موجود على سطح الغشائي للخلية السرطانية للثدي. بعد ذلك يدخل المعقد هرمون الاستراديول والمستقبل إلى هيولة خلية الثدي، ثم يؤثر على النواة إذ يحفز على تكاثر الخلايا. نستنتج أن تكاثر الخلايا السرطانية للثدي متعلق بالهرمون الجنسي الاستراديول. إذن الفرضية المقترحة للحد من تكاثر الخلايا السرطانية: الفرضية الأولى، يجب تثبيط إنزيم الأروماتاز لمنع تشكل الاستراديول الهرمون الجنسي المحفز لتكاثر الخلايا السرطانية. فرضية 2، توقيف أو تثبيط نشاط المستقبل الغشائي البروتيني للأستراديول. الجزء الثاني، للتأكد من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم لك معطيات الوثيقتين 2 و 3. توضح الوثيقة 2 البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز ومادة الكيريستين من جهة، ومستقبل الاستراديول للخلايا السرطانية مع نفس المادة من جهة أخرى. إذن نبدأ باستغلال الوثيقة 2 أكيد لمناقشة مدى صحة الفرضيتين. إذن نلاحظ أن مادة الكيراستين مرتبطة بجزء من الموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز من جهة، ومرتبطة بجزء من مستقبل الأستراديول من جهة أخرى. نستنتج أن بنية الكيراستين متكاملة مع كل من جزء من الموقع الفعال للإنزيم وجزء من مستقبل الاستراديول. الشكل ألف يمثل نسبة أو أعمدة بيانية تمثل نسبة نشاط إنزيم الأروماتاز بدلالة تركيز الكيريستين. نلاحظ في غياب الكيريستين تركيز 0 معناتها في الغياب أن نسبة نشاط إنزيم 100% عظمى. في وجود وبزيادة تركيز الكيريستين يتناقص نشاط إنزيم الأروماتاز إلى أن ينعدم تقريبا في تركيز 80 ميكروغرام لكل ملي. نستنتج أن مادة الكيريستين تثبط نشاط إنزيم الأروماتاز. الآن الشكل ب عبارة عن منحنيات بيانية تبين تطور حجم الورم بدلالة الزمن
في وجود مادة الكيرستين وفي غيابها. أكيد في غيابها حجم الورم ضعيف جدا، في وجودها يتناقص حجم الورم، في غيابها يزيد حجم الورم تقريبا ب3 مرات. من غياب هذه المادة نستنتج أن مادة الكيرستين تحد أو تثبط أو تخفض من نمو الخلايا السرطانية. الآن التركيب وهو تأكيد صحة الفرضيتين. إذن نلاحظ أو نستخلص أن مادة الكيرستين لها بنية تسمح لها بالارتباط مع جزء من الموقع الفعال لإنزيم الأروماتاز، تكون بذلك مادة منافسة للركيزة الطبيعية أو مادة التفاعل الأندروجينات على الجزء من الموقع الفعال للإنزيم، وبالتالي يتثبط نشاط الإنزيم ما يمنع تشكل الهرمون الجنسي الأستراديول المحفز لتكاثر الخلايا السرطانية. هذا ما يؤدي إلى الحد من تطور الورم وما يؤكد صحة الفرضية 1. الآن من الشكل طبعا والوثيقة 2 نستخلص أن مادة الكيرستين أيضا ترتبط أو بنيتها تتكامل مع جزء من مستقبل الأستراديول وترتبط به، فتكون بذلك أيضا مادة منافسة للمادة الطبيعية التي ترتبط بجزء من المستقبل وهي الأستراديول، فتمنع أو تعرقل ارتباط الأستراديول بمستقبله الغشائي الذي يقع على غشاء خلايا الثدي الخلايا السرطانية، فبالتالي لا يتشكل معقد مستقبل الأستراديول ولا يدخل إلى الخلية السرطانية ولا يحفز تكاثرها، وبالتالي يحد من تكاثر الورم ما يؤكد صحة الفرضية 2. الآن وسائل الوقاية. قدم نصيحة للوقاية من سرطان الثدي. إذن نصيحة هي تناول خضروات تحتوي على مادة الكيرستين، أو تجنب تناول هرمونات جنسية تحتوي على الأستراديول. الآن الجزء 3 لخص في مخطط تطور الورم السرطاني في غياب ووجود مادة الكيرستين اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك. إذن نبدأ بالمخطط في غياب مادة الكيرستين. المخطط ننجز من الشكل إذن نبدأ بالأندروجينات. سهم تنتج أو تتحول إلى الأستراديول وفي وجود إنزيم الأروماتاز، ثم سهم تثبيت الأستراديول على مستقبل من طبيعة بروتينية على الغشاء الخلية السرطانية، دخول المعقد إلى الخلية، تحفيز الخلية على تكاثر. هذا في غياب المادة. في وجودها إذن نضع إكس على إنزيم الأروماتاز، إكس نقصد بها التثبيط، ونضع إكس على مستقبل الأستراديول، معناتها تثبيط مستقبل الأستراديول.